أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة من هم؟ أحاسنكم أخلاقا. فالخلق الحسن هو عبودية يعبد الله بها سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم قد صح بل هو في الصحيح إن العبد يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم بحسن الخلق. ورب رجل عنده حسن خلق وهو مقصر في النوافل والعبادة ولكنه يغلب العابد القائم الليل الصائم النهار في سوء الخلق. ترى بعض العباد فيه من سوء الخلق ما الله بعلم وعجب، وترى بعض العباد لجهله يظن الناس هالكين إلا هو يعني. حتى ذاك العبد اللي قال والله لا يدخل الجنة فلان، فقال من يتألى علي يشهدكم أني غفرت له وأدخلت فلان الجنة، هو عاصي. فينبغي علينا أن نهضم أنفسنا ونحتقر أنفسنا ونرى أن في أفراد المسلمين وفي عوام المسلمين بل هو أحيانا خير منا، لأن العاقبة عند الله ما يدري بأحد، والخاتمة عند الله. ويمكن عمل هو سرا الله أعلم به بينه وبين الله ينجيه الله، ويمكن عندنا أعمال نخاف منها أن تحبط مساعينا فالله يغفر لنا ويتجاوز عنا. حسن الخلق هو من العمل والباقيات الصالحات. عسى الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم حسن الخلق. وعماده الصبر، فإن من منحه الله الصبر منحه حسن الخلق، أن تصبر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا على مدلول لا تغضب، وهي وصية قالها صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأبي ذر أو غيره، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. قال الإمام أحمد 9 أعشار حسن الخلق: ترك الغضب، قيل التغافل، أن تتغافل عن الزلة. والذي يظن أنه سوف يستوفي حقه من ابن أو زوجة أو قريب أو صديق أو جار فاعلم أن الدائرة عليه. لا تستوفي حقك بل اعف عن الناس وسامحهم، عسى الله عز وجل أن يأجرك على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فحسن الخلق هو من أعظم ما يدخل العبد جنات النعيم. وإني أغبط بعض الناس على حسن الخلق. يقول أحد الإخوة، كنا في جدة أمس، يقول أحد الإخوة والله إن فلان بلغ 70 يتحدثون عنه، إنما سمعنا منه يسكن في حي، سمعنا منه كلمة نابية، وإنه ما شك أحد في محكمة، وإنه ما اختلف مع أحد في مسألة، وإن كل ما لقيناه يتبسم في وجوهنا. فصاروا يشهدون له بالطيب ويشهدون له بالخير ويدعون له. سبحان الله الذي أعطى حسن الخلق. وإن بعضهم من سوء الخلق أنه عذب الناس وعذب أذى وعذب أهله وأطفاله. وقد قلت أنا في بعض الأشرطة، أخبرني شيخ في الرياضة ما علشان سترا للناس، يقول عندنا رجل مشهور في حينا، هم في بلدة من البلاد في السعودية، يقول عذب جماعة المسجد، كان مؤذن وشكونا، يقول الحي كتبوا في عريضة الأوقاف ففصل. يقول نتولوش مع الإمام ومع الجماعة، إن ولعوا المراوح قال لا طفوها، إن طفوها قال ولعوها، إن طول قال ذبحتنا. يقول الإمام ذبحتنا في الإسلام. قالوا إذا خفف قال لعبت في الصلاة. وش النقر هذا؟ يقول يحب الخلاف. قال والله انفصلوه من الأوقاف. قالوا يوم أتى قال سوى لنا قضية ثانية في أرض المجاور المسجد وانتهينا منها. مش سوى؟ قال فافتح مغسله الأموات علشان يعذبهم قبل ما يدخلوا القبر. قال يوم أتى قال يقول شيخ البلدة منكس عنده مزاح، يقول من أعيانهم. قال من اللي بنى المغسلة أموات؟ قال فلان. قال هذا أول عذاب القبر. قال والله إني وصيت أولادي لو أدخل القبر بدون مغاسيل لا يغسل عنده. فسبحان الله، شوف هذاك الطيب والذكر الحسن ذاك يدعاله، وشوف هذا حتى يقول والله لو ما غسل لا تغسلوني عنده، لو أدخل القبر بدون غسيل الموت يعني. فسبحان ربي، وهذا موجود أنتم شفتوه في حياتكم وتلاحظونه فيما تعيشونه وتلابسونه من الناس.